يونت دلوقتي برضو ايه عشان ايه بالمره بقى، يعني بالمره يبقى خلصنا القصه دي. لو احنا مثلا لو انا جيت اقيس طولي، مستر حسن هقيس طوله، هقيس طولي بالايه؟ بالكيلومتر؟ لا، بالمتر، بالسنتيمتر. لو وقت كده قزعه صغنن كده اقول لك احنا ممكن 90 سم، صح؟ فهل انا لما اجي اقيس طولي هل بقيس طولي بوحده واحده بس، بيونت واحده بس، ولا في كذا وحده؟ في كذا وحده، صح؟ لو انا قست وزني، انا راجل سمباتيك رفنع خالص، فقيس وزني بالجرام. انا وزني كام جرام مثلا؟ 100 جرام مثلا، ده وزني خفيف انا يا جماعه. فواحد تاني ممكن غلبان شويه، ممكن يكون لا قدر الله مثلا بياكل كتير، فتلاقي وزنه لا الراجل ده 90 كيلو، فانا قست وزنه بالايه؟ بالكيلو. انا عايز اقنعك بس ان احنا ليه بناخد ليه للحاجه للكوانتيتي بتاعتي ليه اكتر من يونت؟ مناسبه. واحد وزنه خفيف نقول وزنه بالجرام، واحد وزنه تقيل نقول وزنه بالكيلوجرام، واحد طوله طويل بنقول وزنه بالايه؟ بالمتر، واحد طويل جدا او مثلا طريق طويل جدا نقوله بالكيلومتر، صح؟ اسالك بقى، احنا النهارده عندنا كوانتيتي اسمها الفورس، اسمها ايه؟ الفورس اهي اف. يا فندم الفورس دي بتتقاس ولا ما بتتقاسش؟ بتتقاس، صح؟ انت عندك من زمان هي الفورس بتتقاس بالنيوتن. هو النيوتن بيقيس لا انا لسه قايل لك الاكزام الاهبل بتاع الجرام والكيلو جرام ده عشان تفهم ان الفورس ممكن نقيسها ب 100 اكتر من يونت، صح؟ بناء على ايه؟ فورس كبيره، فورس صغنططه، في وحدات، في يونتس كتير كده للفورسز، صح؟ انا ممكن اقول لك مثلا في بلدوزر بيسحب عربيه، هل البلدوزر ده هينفع احسب فورس باي حاجه صغننه، ولا ده بلدوزر بلوه تقيل على الارض؟ اكيد الفورس بتاعته تبقى عايزه يونت كبيره. في سلحفه بتشد خروف، شفت الفيديوهات اللي هي بتضيع فيها النت دي في البيت؟ تلاقي مثلا ايه؟ شاهد قبل الحذف، سلحفه تسحب فيل، فتلاقي السلحفه رابطين فيها كده حبل فتله تسحب الفيل كده ماشي بيه. اكيد السلحفه دي بتعمل فورس ايه بقى؟ كبيره كيلو نيوتن مثلا؟ لا، فورس صغنططه كده، فاهم؟ تمام، انا عارف ان انا مسلم ده هي. قال لك بص يا مستر، الفورس دي عندنا 4 وحدات اساسيين، اعتبرهم 5 يا سيدي، عايز اقول لك عليهم. قال لك الفورس انا متفق معاك جدا انها بتتقاس بالنيوتن، انا مش هزعل منك، بتتقاس بالايه؟ بالنيوتن. بس في وحده بقى مهمه جدا نفضل نقولها، واحنا قعدنا نقولها في الاستاتكس كتير قوي، اسمها كيلو جرام ويت. يا فندم دي مش وحده ماس، كيلو جرام ويت. الوحده دي بتقيس ايه يا مستر؟ دي بتقيس الفورسز، ماشي؟ بس هي مقتبسه من الكيلو جرام بتاعنا اللي هو بتاع الكيلو جرام، يعني هي مقتبسه منه. يعني ايه؟ بص انا حسن النادي اهو، اقول لك انا الماس بتاعتي مثلا، الماس 70 كيلو جرام. الماس ايه؟ 70 كيلو جرام. لو جيت قلت ويت، على فكره كلمه ويت دي سيبك بقى من الجرافيتي، الويت ده فورس بتسحب حسن النادي لتحت. الويت هقول لك بص الويت بتاعي 70 كيلو جرام ويت، بس خلاص كده، ادي الوحده بتاعت الفورس، صح؟ فاهم حاجه؟ فاهم؟ طب استنى، لا اصل احنا لازم ناخد الويت نضربه في عجله الجاذبيه و9.8. اهدى بس، اهدى، فك بصمجه دلوقتي. انا بقول لك ان الكيلو جرام ويت ده ايه؟ حاجه مقتبسه من الكيلو جرام، بس دي بتقيس الفورسز بس. ايه اكتر فورس مشهوره ممكن نقيسها؟ الويت ده فورس، يعني انا خارج من بطن الويت بتاعي فيرتيكال داونورد اهو، اعتبر الفورس ده اكتنج هنا اهو بيشدني لتحت، الويت بتاعي موقفني على الارض اهو. فالويت ده فورس بتتقاس بايه؟ بالكيلو جرام ويت او النيوتن عادي. بس انا بقول لك احنا ممكن نقيس اي حاجه بالكيلو جرام ويت عادي، ماشي؟ اديك شفت اهو، يعني هيجي بعد كده في المسائل واحنا شغالين يقول لك البادي الماس بتاعه 80 كيلو جرام، فشاهد ترد عليه تقول له ايه؟ يبقى الويت بتاعه 80 كيلو جرام ويت. طب عايز حولها لنيوتن، هعلمك تحول دلوقتي. بس عايز اقول لك ان الكيلو جرام والكيلو جرام ويت بيتقابلوا، بس دي وحده كتل ماس ودي وحده اوزان فورسز ليها اتجاهات. معايا يا ابو الصحاب؟ طيب قال لك ان في وحده اسمها كيلو جرام ويت، وحده اسمها نيوتن، ودي وحدات كبيره جدا على فكره. عايزين ممكن يبقى في فرصه صغنططه كده. قال لك في وحده ثانيه اسمها الداين. اسمها ايه؟ الداين. ده الصغنطط بتاع النيوتن، ده الصغنطط بتاع مين؟ بتاع نيوتن، الداين، ماشي؟ طيب في وحده كمان اسمها جرام ويت. اسمها ايه؟ جرام ويت. ايه ده؟ ما هو كان في كيلو جرام ويت، ففي حاجه اسمها جرام ويت. فانت كنت شايف في الاستاتكس بتتخض، ايه جرام ويت ده؟ دي وحده قياس فورسز عادي جدا، ماشي؟ في واحده كمان اسمها تون ويت. انت متخيل؟ في واحده كمان اسمها كيلو نيوتن. اكيد الكيلو نيوتن دي احنا اخترعناها ليه؟ فورس كبيره، كيلو نيوتن، صح؟ انا عايز اقول لك ان بس قبل ما ابدا اروح هناك بقى ازاي، احنا دلوقتي ايه؟ انا قلت لك الوحدات بتاعت الفورسز.
هقول لك هنعمل كونفرت ازاي ما بينهم، والكونفرت بقى من متر بير سكند كيلو. هنفكرك بكل الحاجات دي في اليونتس بالمره بقى. احنا ايه؟ احنا لمينا الدنيا. بس عايز اقول لك حاجه، انا كده قلت لك ايه؟ كده قلت لك ان الفورسز ممكن نقيسها بكام وحده؟ 1 2 3 4 5 6. هم 6 في ثالثه ثانوي، مفيش غيرهم. اذا مش هجيب واحده ثانيه مفيش، هم السته دول اللي احنا شغالين بيهم. كل وحده ليها ايه؟ ليها حاجات مناسبه بتقيسها بيها. بتقيس فورسز كبيره في المساله يقول لك كيلو نيوتن، فورسز متوسطه نيوتن كيلو جرام ويت، فورسز صغنططه جرام ويت وداين والكلام ده. في مشكله؟ صور السبوره دي كلها وقابلني في الكونفرت بقى هناك. تعالى كده قول لي الفورس كده. احنا قلنا الفورس كان ليها كام يونت؟ فكرني ثاني كده بسرعه. 6. اول حاجه نيوتن، بعد كده كيلو جرام ويت، بعد كده داين، وبعد كده جرام ويت، وبعد كده طن ويت، وبعد كده كيلو نيوتن. لو انت عايز تقول حاجه ثاني كمان كيلو نيوتن. كل دي عشان يقيس ايه؟ فورسز. قال لك لو انا عايز احول، بص يا مستر، احنا كنا قبل كده بنقولها في ثانيه ثانوي وفي كل سنين حياتنا ان التحويل ده مشكله. انا كان عندي كونسبت بسيط كده كان دايما مدرس الفيزيكس يقوله لك، او مدرس الساينس يقول لك ايه؟ انا عايز احول من متر لكيلو متر، فاضرب في 10 باور نيجاتيف 3. عاوز احول من كيلو جرام لجرام، فاضرب في 10 باور 3. فانت طول عمرك بتتلخبط اصلا، يعني اضرب في 10 باور 3 ولا 10 باور نيجاتيف 3، ولا اضرب في ربع، ولا اضرب ولا اقسم على 10 باور 3، ولا اضرب في 10 باور نيجاتيف 3. ما هي اضرب ولا اقسم وبص باور بوزيتيف الباور نيجاتيف، فدي المشكله بقى. غلطت في اي واحده منهم باظت. انا انسى كل الكلام ده وارميه في الزباله، مش عايزه. انا مش عايزك تقول بوزيتيف او نيجاتيف تاني خالص، وانا قلتها قبل كده بس هقولها تاني دلوقتي. هجيب كل بقى اللي انا قلته في التحويل دلوقتي، فلو سمحت افتكر عشان انا هقوله مره واحده بس مش هقوله تاني. ماشي؟ انا همشي بمبدا صغير جدا في كل التحويلات، مش تحويلات الفورسز بس، اي تحويل فورس، اي تحويل غير الفورس يعني. ايه المبدا ده يا مستر؟ انا دايما بحول من 2 كوانتيتي، صح؟ دايما بيكون في واحده صغيره واحده كبيره، صح؟ هقول لك على طول دايما من صغير لكبير بقسم. من صغير لكبير بقسم بقاعده. طب انا عايزك تحفظ دي عشان تستنتج الثانيه كل مره، لانك لو حفظت الاثنين هتتلخبط فيهم. من صغير لكبير بعمل ايه؟ بقسم. يبقى من كبير لصغير بضرب. خلصت. افتكر دايما كده الصغير بيقسم الكبير، بيديله نص كده. لو واحد صغنن واحد كبير عشان يضربه يعمل ايه؟ يديله نص. يروح الكبير ماسكه لته بقى، يروح مديله علقه. الكبير هيمسك الصغير هيفرتك له وشه بوم بوم بوم. فاهم؟ من صغير لكبير بنقسم. الكبير يعمل ايه؟ ماسكه مديله بقى يقعد يضرب فيه. من صغير لكبير بقسم، ودايما كده العكس بتاعها، من كبير لصغير بضرب. حلو؟ حلو. قال لك ما بين كل 2 كوانتيتي في رقم مميز لازم تكون عارفه. يعني ما بين كل 2 كوانتيتي رقم مميز. يعني مثلا لو انا قلت لك حول لي من متر لكيلو متر، اولا كده مثلا هو انا بحول من متر لكيلو متر. شايف السهم عامل ازاي؟ كده من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ يبقى هقسم ولا هضرب؟ هقسم. حلو جدا. طب هقسم على ايه؟ هقسم على الرقم المميز. الرقم الايه؟ الرقم المميز ما بين الموضوع. ايه الرقم المميز ما بين دول؟ 1000. يا مستر المتر فيه 1000، الكيلومتر فيه 1000 متر بس، خلاص. فانا اشترطك بس في اليونتس انك تبقى عارف الرقم المميز اللي ما بين الوحدتين دول. لو عارفه هتحلها، مش عارفه خلاص. يعني حتى لو انت راجل شطور وكده مش هتعرف تحلها، لازم تكون عارف الرقم هو ايه. طيب تعالى يا مستر، يعني مثلا لو حولت مثلا من جرام مثلا لكيلو جرام، هو كده من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ صغير لكبير، صح؟ هقسم. تقسم عليها يا مستر حسن 1000 برضه، عشان برضه الرقم المميز ما بين الكيلو جرام والجرام 1000. صعب؟ لا. طيب تعالى نعيش مثلا لو انا عايز احول من متر لسنتيمتر بقى. خلينا نبدا بدي الاول. من متر لايه؟ سنتيمتر. من كبير لصغير كده ولا من صغير لكبير؟ انا بقول من متر لسنتيمتر. كبير لصغير. هقسم ولا هضرب؟ هضرب في كام بقى؟ في الرقم المميز اللي بينهم اللي هو كام؟ 100. طب عايز احول من متر لمليمتر، عادي جدا. من كبير لصغير ولا من صغير لكبير؟ من كبير لصغير. هضرب ولا هقسم؟ هضرب. هتضرب في ايه بقى؟ الرقم المميز ما بين المتر والمليمتر. مش عارفه، نسيته. المتر فيه كام سنتي؟ 100. والسنتي فيه كام ملي؟ 100 برضه؟ 10. السنتي فيه 10 ملي. السنتي فيه كام؟ 10 ملي. يبقى كده من متر لسنتي فيه 100، ومن سنتي لملي لو انت لقيت رقمين مميزين رحله كده من خطوتين، اضرب رقمين في بعض اجيب لك الرقم اللي انت عايزه. 100 في 10 بكام؟ 9 مليون، صح؟
100 في 10 ب 1000. فتقول لي كده يبقى الرقم المميز ما بين المتر للمتر هو ايه؟ 1000. انت خلاص وانس انك جبته مره هتفتكره زي كده. بص، عايز احول من اور لسكند، هقسم ولا هضرب؟ استنى، من اور لسكند، من كبير لصغير هضرب. طب هضرب في كام؟ هو الساعة فيها كام ثانية؟ لا استنى، ما بتقالش كده. الساعة فيها كام دقيقة؟ 60. طب الدقيقة فيها كام ثانية؟ لو لقيت رقمين ورا بعض كده في الكلام بتاعك اعملوا فيهم ايه؟ اضربهم. 60 في 60 بكام؟ 3600. يبقى كده الرقم المميز اللي ما بين الساعة والثانية 3600. فلو انت عايز تحول اي تحويله ما بين اور وسكند ايا كانت تقسم ولا تضرب، يبقى الرقم اللي معاك هو كام؟ 3600 اهو. انا حبيت اقول لك دي عشان دي دايما هتنساها. في مشاكل؟ فكده دي التحويلات القديمه. طبعا انت لو جيت قلت لك مثلا حول لي من سكند لمينت، يبقى من سكند لمينت يبقى من صغير لكبير، هقسم على كام؟ 60 عشان الدقيقه فيها 60 ثانيه. هو في رقم ما بين اي 2 يونتس. مستحيل اجي اقول لك حول لي من متر مثلا لثانيه. صح؟ احنا خدنا الكلام ده في اعداد، لازم يكون ايه؟ ايكويفالنت يونت، بيقيسوا نفس الحاجه. صح؟ طيب تعالى بقى افكرك بتوع الفورسز بقى. احنا قلنا الفورس اللي عندي هو مين؟ نيوتن، كيلو جرام ويت، داين جرام ويت، تون ويت، كيلو نيوتن. صح؟ ركز لي بس على دول، يعني انا عايز اركز على دول. احنا هجيب لك التحويلات بتاعتهم كلهم دلوقتي بنفس الكونسبت اللي احنا قلناها دي. هو مين اكبر يا جدعان؟ على فكره يعني اللي متداخلين قوي مع بعض في التحويلات هم دول، النيوتن والكيلو جرام ويت، الداين والجرام ويت مع بعض، النيوتن والداين. يعني كل واحد منهم كده في تحويله بين الاثنين هنعرفها بنفس الكونسبت ده. تعال نبدا بدول. نبدا بمين؟ نبدا مثلا من كيلو جرام ويت لنيوتن، او العكس براحتك. بس انا سؤال بقى، انت دايما طول ثالثه ثانوي هتتلخبط في دي. من كيلو جرام نيوتن، من كيلو جرام ويت لنيوتن، ده كده من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ اهو هو ده كده بقى، انا عارف من كبير لصغير. الكيلو جرام ويت اكبر من ايه؟ من النيوتن. كيلو جرام ويت في ايه؟ زي المتر والكيلو متر كده. الكيلو جرام ويت ماله؟ اكبر من نيوتن. في مشكله؟ طيب يبقى انا كده هضرب ولا هقسم؟ هضرب في كام يا مستر؟ قال لك الرقم المميز ما بين الكيلو جرام ويت والنيوتن هو 9.8. ماشي؟ اكتر مثال، بص فاكر الويت بتاعي 70 كيلو جرام ويت اهو. لو انت عايز تحوله نيوتن اضربه في 9.8. ده كنت بتعمله زمان صح؟ مش كنت بتعمل كده زمان؟ تضرب الويت بتاعك في 9.8. قال لك بس تفرح انت تقول له بس انا جبت الويت بتاعي بالنيوتن، ضربته في العجله الجاذبيه او 9.8. صح؟ ايه؟ في الجرافيتي، بس انا فلاح. اسمها عجله الجاذبيه. ماشي؟ تمام؟ فاسمها ايه؟ 9.8. في مشكله؟ فهمت؟ عرفت ان الكيلو جرام ويت هو اكبر من نيوتن؟ طيب لو انا هحول من كيلو جرام ويت لنيوتن قاعده واحده، هضرب في 9.8. طب من نيوتن لكيلو جرام ويت يبقى من صغير لكبير، فهقسم عليه على الرقم المميز اللي هو 9.8. صح؟ طيب في تحويله ثانيه. منين بقى مستر؟ مثلا من نيوتن، بلاش نيوتن دلوقتي، خلينا في اللي شبهه ده. خلينا نقول مثلا في جرام ويت مع داين، مش كل دول وحدات لنفس الحاجه؟ من جرام ويت لمين؟ لداين. مين اكبر برضو؟ الجرام ويت ولا الداين؟ جرام ويت اكبر. فكده من كبير لصغير هعمل ايه؟ هضرب في كام يا مستر حسن؟ في الرقم المميز ما بين الاثنين دول اللي هو كام؟ 980. ما تفكرش، الرقم المميز اللي ما بين الجرام ويت والداين هو 980. يبقى انا هحاول هضرب في كام؟ صباح الفل. دي تاني تحويله مهمه عندي. جميل، ده عظيم جدا. طب انا هحاول تاني. تعال ناخد مين بقى؟ تعال ناخد نيوتن مع داين. برضه في تحويله بين النيوتن والداين بخطوه واحده كده. مين اكبر، النيوتن ولا الداين؟ نيوتن. نيوتن اكبر. انا متعمد اجيبهم كلهم الاكبر هنا عشان نعمل كل مره مالتبلاي، بس احنا ممكن في مساله نحول من صغير لكبير عادي. من نيوتن لداين مين اكبر؟ النيوتن. صح؟ يبقى هنضرب ولا هنقسم؟ ايه الرقم المميز اللي ما بين النيوتن والداين؟ مش هتعرفه، هقوله لك انا وانت احفظه معايا باذن الله. 10 باور 5. ودي الحاجه الوحيده بس اللي اقول فيها قصه الباور دي. انا لغيت 10 باور 3 والكلام ده لغيته، بس مش عايز اقول لك هنا 10000. 10 باور 5 ده الرقم المميز ما بين مين ومين؟ نيوتن والداين. في حاله انك كنت بتحول من داين لنيوتن يبقى من صغير لكبير، هتقسم ولا هتضرب؟ هتقسم على 10 باور 5. معايا؟ طيب في تاني، في كيلو جرام ويت لجرام ويت.
يعني اكيد كيلو جرام والجرام دول من زمان. فهم بقى لما بقى فورسز وبقيسوا فورسز تعمل ايه؟ قال لي من كيلو جرام ويت لجرام ويت، صح؟ من كبير لصغير كده ولا من صغير لكبير؟ كبير هتضرب ولا هتقسم؟ تضرب. تضرب في كام يا مستر؟ ها؟ في 1000. انت زعلان؟ المهم يا ابني كيلو جرام وجرام، يعني مش كيلو جرام ويت وجرام ويت. تضرب في كام؟ في 1000. فدي اهم تحويلات اللي بتاعت الداينامكس بتاعتك السنه دي، اللي هي بقى من كيلو جرام ويت لنيوتن، من جرام ويت لداين، وهكذا. ممكن في مساله على فكره تلاقي نفسك انت عايز تحول مثلا من كيلو جرام ويت مثلا لداين. دي مفيش دركه بقى، يعني ما ينفعش نحول من كيلو جرام ويت لايه؟ لداين على طول برقم. فكره فيه والمعاصر، يعني هتلاقي كتاب المعاصر حاطط ارقام تحويلات، بس احنا هنحفظ دول بس. نقعد بقى احفظ تحويل كل رقم. ما انا بقول لك احنا عايزين نخلع من الحفظ. فانت تقول لي خلاص يعني ممكن نمشيها على خطوتين، يعني نحول من كيلو جرام ويت لايه؟ لنيوتن، وثم من نيوتن. دي سهله، وسهله قوي انك تقول ايه هتقسم ولا هتضرب بالكونسبت ده، صح؟ في مشكله كده؟ طيب دي كده التحويلات. انا عايز اقول لك هنا بس كده، تعالى هنا في تحويلات ثانيه، دي على فكره اسمها تحويلات الدايركت. دي بص التحويلات اللي انا بتكلم فيها دي ايه؟ دي تحويلات الدايركت. تحويلات ايه يا مستر؟ دي كانت الدايركت. انا بس في تحويلات ثانيه اسمها تحويلات معقده، كومبلكس. ايه التحويلات المعقده ده يا مستر حسن؟ ولا اي حاجه. ايه الكومبلكس دي؟ قال لك انت مثلا ممكن تحول كده مثلا من كيلو متر بر اور لمتر بر سكند. وانا عارف من ثالثه اعدادي بيقولوا لي اضرب في 5 على 18. ماشي، ما انت عارف يعني ايه ليه 5 على 18؟ لا. طب ما ممكن احول من متر بر سكند لكيلو متر بر اور. ايوه المستر قال لي اضرب في 18 على 5. طب انت عارف ليه قلبناها؟ لا. طب انا عايز احول مثلا من كيلو متر بر مينت لمتر بر اور، تعرف تحولها؟ لا. بس كتاب المعاصر حاطط 50 على 3. انا عارف الرقم ده حافظه من هناك. انت غلط والمعاصر غلط، هو حفظك الرقم اصلا. فانا عايز اقول لك ان في اي تحويله بقى، انت خلي بالك التحويلات دي ليه ماشي؟ زمان كنا بنحول من كيلو متر لمتر بس، من كوانتيتي لكوانتيتي، صح؟ دلوقتي كيلو متر بر اور لمتر بر سكند. دي قصه انت مش واخد بالك انك ما بتعرفش تحول دي، بس انا واخد بالي فلازم اقول لك. فبقول لك ما دام اتكلمنا على اليونت، عشان انا مش هتكلم تاني في اليونت، لازم تاخد بالك من الحته دي. في حاجات كتير جدا في دماغ سعادتك انت مش واخد بالك منها اصلا، بس انا عارف ان هي هتؤرقك وان شاء الله في الامتحان. يعني ان شاء الله مش هتؤرقك، بس لو دخلت الامتحان من غير ما تعرف الحاجات دي هتؤرقك جدا، وتلاقي سؤال كامل واقف عشان تحويله. بنحول الكلام ده ازاي؟ تعالى اقول لك يا صديقي. قال لك اول حاجه احنا بنحب لما نحول التحويله الكومبلكس دي، احنا بنحول بالمالتبلاي. يعني ايه بالمالتبلاي؟ يعني انا عاوز كل تحويلتي تكون مالتبلاي ان شاء الله. يعني مثلا انا عايز احول 20 كيلو متر بر اور، دي سرعه. عايز احول 20 كيلو متر بر اور لكام متر بر سكند؟ تقول لي خلاص بص هنزل تحت كده يا جماعه، هنزل تحت كده هقول له 20 اكيد في حاجه واعمل فراكشن كده ايكوال اللي انا عايزه. ده اول مره هعمل كده. انا هحفظك الطريقه بس مش هحفظك الرقم. لما انا حفظتك الطريقه هتحفظها في 100,000 سؤال تحل بيها، لكن لو حفظت الرقم ما استفدتش حاجه. عايز تحول حاجه لحاجه ايه كومبلكس كده، تقول لي خلاص 20 في حاجه واكتب جوه فراكشن ايكوال حاجه. اعمل ايه يا مستر؟ تعالى على دي، مش دي كيلو متر بر اور اهو، كيلو متر اوفر اور. ماشي؟ اعمل فراكشن متر بر سكند. بص انا عملت ايه؟ انا عملت كيلو متر بر اور متر بر سكند، بس ما كتبتهاش كده، كتبتها ايه؟ كشكل فراكشن، صح؟ هسال معالي حضرتك سيادتك سؤال. لو انا احول من كيلو متر لمتر، من كيلو متر لايه؟ لمتر، من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ هضرب ولا هقسم؟ هضرب. حلو، جميل جدا. هضرب في كام يا رجاله؟ في 1000. حلو، شاري. طيب تحت من اور لسكند، من ساعة لثانية، من كبير لصغير، من صغير لكبير؟ من كبير لصغير. هضرب ولا هقسم؟ هضرب. حلو، هضرب في كام بقى؟ اقف كده وتنح. كام؟ 3000. ايه يا عم ما تكلمني عربي يابا؟ انا 3600 يا عم، انا من اسيوط عادي. ماشي؟ 3600 3000 وايه؟ 600. نكتب هنا كام؟ ماشي؟ 3000 وكام؟ 600. جميل جدا. انا كده حولت اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. عرفت منها 3600 دايما الرقم المميز ما بين الاور والسكند. عايز احول من اور لسكند، الرقم المميز اللي بينهم هو 3600. في مشكله؟ طيب هاجي تحت بقى. بص انا عايز احول 20 فراكشن. بص مش دي حاسسها شبه الفراكشن اللي فوق واللي تحت. مش هنا في 1000؟ اكتب لي 1000 هنا. طب هنا مش 3600؟ دي 3600 بس. امسح بقى الملتبلايز دي كلها. يبقى انا عشان احول 20 هضربها في كام؟
اضربها في 1000 على 3600 هيديني كام؟ يديني اللي يديهولي براحتي. انا عايز اقول لك ان ال 1000 اللي على 3600 دي هي السمبليفاي بتاعها اللي هو كام؟ 5 على 18. طب يا مستر ثانيه، ما هو مش كل مره ممكن يبقى ملتبلاي، ممكن مره يبقى ايه؟ ديفايدد. قال لك الديفايدد بنغير مكانه، يعني ايه بنغير مكانه؟ هقول لك. انت ركزت في دي كده؟ تعال اقول لك تحويله ثانيه تخليك تكره حياتك اهو. بص اهو. هحاول مثلا من مليمتر بير مينت ل متر بير اور. ايه ده؟ التحويلات دي ما شفناش طول عمرنا، يعني حبكت. هو لو جاب تحويله زي دي في الامتحان حد يقول له جبتها ليه؟ هيخزق عينك الاثنين. هو جاب لك تحويله زي يعني مثلا ممكن يديك، هو ممكن يديني السرعه في الامتحان بمليمتر بير مينت. يديها لي عادي عادي. وشوف بقى تعرف تحولها ازاي. انت لازم تحولها للشكل الجلوبال بتاعنا اللي هو ايه؟ متر بير سكند. طب بص كده يا مستر، خلي بالك انا كل ده لسه ما اتكلمتش على الوحدات بتاعت نيوتن سكند دول، الحاجات اللي احنا نشتغل بيها واحنا شغالين. انا بس عرفتك اليونت كلها، بقول لك بقى بص نيوتن سكند لو بيقول لك ايه بس في الاخر. من مليمتر بير مينت. تقول لي لا انا ما بحبش اكتب الوحدات كده الصراحه، بكتب كده مليمتر على مينت. واكتب هنا ايه؟ متر على اور. اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. طيب خلي بالك اكني مثلا قلت لك انا هحول 50 ملم بير مينت لايه؟ متر بير اور. يعني انا هحول 50 كده، عايز احولها كام متر بير اور. تقول لي بص من مليمتر لمتر. من مليمتر لايه؟ من مليمتر لمتر. من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ حلو. هقسم ولا هضرب؟ هقسم. استنى بس، هو ايه الرقم المميز بتاع اللي ما بين المليمتر والمتر؟ انا عارف اللي هو استنى بس، ما بين المتر والسنتيمتر 100. ما بين المتر والمليمتر كام؟ 1000. 1000 ده الرقم المميز ما بين المتر والمليمتر. فاكتب هقسم على كام؟ صعبه ولا اي حاجه؟ طيب من مينت لاور، من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ من صغير لكبير. يبقى هتقسم ولا هتضرب؟ هقسم. هتقسم على ايه؟ ايه الرقم المميز المتنيل اللي ما بين المينت والاور؟ 60 اهو. تقول لي بس انا كده ظبطت فوق مع فوق وتحت مع تحت. تعالى يا مستر انت عايز تحول كام؟ 50 اهي، هاتها كده هنا 50. بص انا خلاص انا بحول بقى 50 مفيش ديفايدد، تروح عامل لي فراكشن جوه كده. انت قلت لي مفيش ديفايدد ولسه عند كلامي. هتكتب هنا ايه؟ ديفايدد 1000. لا نزلها تحت خليها ملتبلاي. ايه ده يا مستر هي مكانها فوق، فالمفروض تتكتب في التحويله فوق. ما احنا مش هنكتبها بالديفايدد ياض، هنكتبها تحت، هنغير مكانها. يعني بص المفروض اعمل كده ديفايدد 1000 انقل اللي فوق تحت كده، او ديفايدد 60 صح؟ تقول لي لا انا مش عايز اعمل كده في التحويل، انا عايز كله ملتبلاي عشان ما اتلخبطش. اي حاجه فيها ديفايدد في التحويل نزلها تحت. طب ولو كانت تحت طلعها فوق. يعني الديفايدد دي تتشال من هنا تتكتب تحت ايه؟ ملتبلاي 1000 تحت كده. هي كانت فوق ديفايدد ده نزل تحت 1000. طب تحت كان في لسه مساحه ديفايدد 60 طلعها فوق تبقى كام؟ ملتبلاي 60. خد بقى تقول لي بس خلاص كده يبقى انا كده 50 في 60 على 1000 هيطلع لي اللي انا عايزه اللي هو متر بير اور. هتلاقي بقى كتاب معاصر يقول لك ايه عشان تحول، هو في صفحه تحويلات كده في الكتاب يعني عشان تحول من مليمتر بير مينت لمتر اور اضرب في ايه؟ في 6 على 10 او في 6 على 100 اللي هو ايه؟ هياخد الرقم اللي احنا بنطلعه ده بس يسمبله يقول لك اتفضل. يعني هو هيجيب له مثلا 20 30 تحويله ويقعد يحولهم بالطريقه دي وعايز يحفظك انت الارقام. طب يا عم علمني احول ازاي؟ مش هينفع نحفظ ارقام. عرفت بنحول ازاي من التحويلات دي؟ طب مثلا افرض انا بحول من مليمتر بير مينت سكوير لمتر بير اور سكوير مثلا. قال لك ولا اي حاجه. لما تيجي تحول حط على الرقم بتاعها باور 2 بس كده. انت بتحول مثلا من متر بير سكند سكوير لسنتيمتر بير اور سكوير مثلا، تحويله اكسلريشن مرعبه. حول عادي بس وانت بتحاول حط على ايه؟ سكوير. في مشكله؟ ده انا بقول يعني كده. هل حد عايز اكزامبل تاني؟ هل في حد عايز اكزامبل تاني يا جدعان ولا كده تمام؟ اعتقد يعني احنا جبنا لك التحويله العاديه بتاعت كيلومتر بير اور لمتر بير سكند ومليمتر بير مينت. يعني معلش الناحيه الثانيه دي هقول لك تعالى كده هنا اجيب لك اقول لك تحويله كمان واقول لك بقى نعمل ايه في نيوتن سكند لو. بص كده هنا، تعالى هنا قولي كده يا روان اي يونت جت على دماغك، اي يونت شبه دي كده. قولي اي حاجه شبه جت على دماغك بس من غير ما تقوليش قولي كيلومتر بير سكند. ماشي. روان قالت لي كيلومتر بير سكند.
فهناخد المايك من استاذه روان وندي له المايك لاستاذه شهد. معاك المايك، قول لنا اي تحويله تيجي على دماغك، بس فكك من اللي احنا هنفطره النهارده يعني. ركزي في اللي انا بقوله دلوقتي. ها سنتيمتر بير سكند برضه؟ لا هي قالت سكند، عايز حاجه غير السكند. سنتيمتر بير اور. طيب فاحنا هنكتب عشان شهد قالت سنتيمتر بير اور، نكتب احنا متر بير سكند او متر بير مينت. انت قلت ايه؟ قلت ده معلش سنتيمتر ايه؟ خلاص هنكتبها سنتيمتر عشان هي تبقى تحويلها شكلها كويس. سنتيمتر بير اور. طبعا احنا هنحول من كيلومتر لسنتيمتر فهنروح في داهيه، مش مشكله دلوقتي. عايز احول من كيلومتر بير سكند لسنتيمتر بير اور. وليكن عايز احول مثلا 30، يعني اكن الكوانتيتي عندي كان 30. انا هحول عادي كله يتحول، بس لحق انت على الارقام ماشي؟ طيب هحول من كيلومتر لسنتيمتر صح؟ ومن سكند لايه؟ لاور عادي جدا. هو الكيلومتر رايح للسنتيمتر من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ من كبير لصغير. هتضرب ولا هتقسم؟ هضرب وهلطش واخرب الدنيا. هضرب في كام؟ معرفش بقى، استنى بقى مستر حسن. انا هنا هضرب عشان هنا من كبير لصغير، بس هضرب في كام؟ ايه الرقم المميز اللي بين الكيلومتر والسنتيمتر؟ انا مش عارفه، امشيها خطوات واضرب الخطوات. من كيلومتر لمتر 1000، ومن متر لسنتي 100. مش قلت لك خد الخطوات دي بقى اضربها في بعض، يعني 1000 في 100 زي ما هي تحويله معاقه مالناش دعوه مش مشكله. و1000 في 100 جوه كده، يعني جوه كده في الرقم المميز اكتبهم بالملتبلاي مع بعض. من كيلومتر لمتر 1000، ومن متر لسنتي 100. كتبتهم اهو. صعب ده يا فندم؟ ده فيري فيري جود. طب تحت كده يا مستر من سكند لاور. تقول لي بالراحه يا مستر، هو كده من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ هقسم ولا هضرب؟ هقسم. تقسم على كام يا مستر حسن؟ الرقم المميز اللي ما بين السكند والاور 60 في 60 و 3600. طب انا نسيته بالراحه. الاور فيه كام ثانيه؟ لا مش هيقالش كده. الاور فيه كام مينت؟ 60. طب والمينت فيه كام سكند؟ 60. لاحظ ان في كلمتين اتقالوا ورا بعض، في رقمين اتقالوا، اعمل فيهم ايه؟ اضربهم. يبقى 60 في 60 اللي هو 3600. انا كنت فلاح بس اتعلمت الانجليزي. 3000 وكام؟ 600. يلا يا فندم معايا؟ عشان احول ال 30 دي كده احولها ازاي؟ 30 اهي. هقول له 30 في، احنا ما عندناش ديفايدد في التحويل. بص يا مستر، دي مالتبلاي تصفي مكانها ولا تروح؟ لا في مكانها، مش تنزل تحت ولا تطلع فوق، سيبها في مكانها. يبقى في 1000 اهو. 1000 في 100 جنب، مالكش اكتبهم كده 1000 في 100. طب تحت ديفايدد 3600. قلت لك في التحويل ما بحبش الديفايدد، اعمل فيه ايه؟ شقلبه. الديفايدد تشيله طلعه فوق، يعني امسح لي دي من تحت كده. قول لي هضرب في 3600. طب وتحت تساب لوحده؟ لا سيب واحد. فانت تيجي على الكالكوليتر تكتبها زي ما هي كده. 30 في فراكشن 1000 في 100 في 3600 في 1، يطلع لك رقم قد الدنيا كبير قوي كده، مش مشكله. هو الرقم ده اللي هو سنتيمتر بير اور. ماشي؟ فانا كده حولت من وحده اسمها كيلومتر بير سكند لسنتيمتر بير اور. في مشكله؟ انت كده بتحول بين اي حاجه. انا عايز اقول لك كلمه بس كده هنا، خلاص بقى احنا خلصنا التحويل.